السلام عليكم ورحمة الله. مهميش الليلة في الشامبيونز ليج. واحد ما نجمش وين يتفرج، ما تنجمش تتفرج في حتى ماتش براتيكمون. لكن مباريات ممتازة جدا الليلة. السخيري للأسف الشديد يغادر الفريق متاعو، كيف كيف فريق العاشوري. يعني للأسف هذوما زوز ملاعبية يغادروا يعني الدور هذايا. لكن أليسون سانتوس التونسي أليسون سانتونس بدام عنده الجنسية التونسية، وإن شاء الله إن شاء الله على قريب بيكون في تونس. يفاجئ الجميع، هي مش مفاجأة الحقيقة، ويسجل هدف في الدقيقة 94. الدقيقة 94 ويرشح فريقه للدور القادم في الثمانية الأولى، ويقصي بذلك ريال مدريد. هو مش يقصي ريال مدريد، ولكن انديريكتومون يخلي ريال مدريد ما تتعداش. اكيد صفعة قوية للفريق الريال، وللبيه الفايدة من اللاعب متاعنا اللي هو التونسي. ان شاء الله ان شاء الله على قريب يكون في تونس، ويكون يمثل المنتخب الوطني التونسي. صدقوني انا وليت ما عادش نحب يسجل، لانه كمش يكمل هكا ظهر لي حتى المنتخب البرازيلي نجم يخمم فيه وقتها. لا تونس، لا زياد الجزيري، لا هذا ربي سهل وكهو. لاعب ممتاز جدا، بنية جسمانية متطورة، تطور برشا الحقيقة اللاعب هذايا. وحتى نابولي يحبوا عليه، وشفنا فما عرض من نابولي ومتابعة للفريق الإيطالي لهذا اللاعب. رامي يتبعوا ملاعبية مش بارازار، والا يجيو بنفحة كي يجيبوا ملاعبي وما قاعدين يدرسوا فيه. الملاعبي هذه ظاهرة، راهو انتقل في موسم من القسم الثالث البرازيلي إلى أحسن الفرق الأوروبية، وتو محل متابعة من نابولي. تطور رهيب لهذا اللاعب. قلت لك نخاف كان يكمل هكا تولي البرازيل تخمم فيه، وقتها تونس تنساه. المرة فاتت سجل ضد بي اس جي، اليوم يسجل هدف في دقيقة 94 3-2 يرشح الفريق نتاعو. الحقيقة ملاعبي من كاليبر آخر، ملاعبي ان شاء الله يا ربي يعاون تونس، لانه الباسبور نتاعو تونسي، وابوه عنده الجنسيه التونسيه، والامور ماشيه باتجاه كانوا يلعب كاس العالم الجايه. اخبار طيبه، ان شاء الله تكمل ان شاء الله تكمل. واذا كان بالحق الحقيقه تالق كثيرا السيد هذا، طلع يعني طلع النيفو نتاع التالق، ولا في نيفو اخر. يعني الملاعبيه في اوروبا اللي ولات الفرق الكبرى تخمم فيهم، تخمم لك راهو نابولي اذا كان خمت في جوار معناها سي ولا جوار مكلاسي مع الجماعه الصحاح. ولذا فرحنا برشا. وفي نفس الوقت خويا واحد ولا خايف لا تخطفوا البرازيل بالحق. راه نحكيو لانه الحقيقه المنتخب البرازيلي عنده ملاعبيه بارتو في العالم، ولكن هذا يخوف. علاش؟ لانه التطور نتاعو راهو رهيب. راهو القسم الثالث البرازيلي يمشي للقسم الثاني، وبعد القسم الاولاني يمشي في اعاره، عاود يرجع، وبعد يمشي. شفتوا الفريق البرتغالي توا نابولي تخمم فيه. تطور سرعه كبيره في المستوى اللي بلغوا هذا اللاعب. كما قلت لكم، اقصى انديريكتومون ريال مدريد نحكي على الدور هذايا، الدور اللي ترشحوا فيه ديريكتومون الثمانيه الاولى. على الاقل ريال مدريد مش موجوده، والسبب هو اليسون سانتوس اللي سجل في دقيقه 94. يعني اطلق رصاصه الرحمه على الجماعه اللي يستناو في الفريق هذايا. ريال مدريد كما قلت لكم يغادر جرة اليسون سانتوس. فرحنا برشا الحقيقه. حبيت نعمل الفيديو هذا معاكم، نشارككم الفيديو هذا. ان شاء الله توا تركيز، توا باش نحكيو على الجامعه. هيا يا اخوي، توا الجامعه هذيا الشهر هذايا لازم نركزوا مع اليسون سانتوس. الملف هذا يوزن لك 5 ملاعبيه. يعني راهو اليسون سانتوس كي تحطوا على اليسار في المنتخب الوطني التونسي، راهو باش يسكرها البلاصه هذيك نتهناو عليه. الملاعبي هذا لازموا تركيز خاص، ولازموا في مارس يعني اول ما المنتخب التونسي يعمل هالتربص نتاعو ان شاء الله، اللي باش يكون في كندا. عنده زوز مباريات، مباراة مع منتخب كندا واخرى مع هايتي. لازم اللاعب هذا يكون موجود. لازم الوزارة والجامعة
يعني لهنا ما تحكي لي حتى موضوع وحتى لاعب زاد، ما عادش تركز لي توا. ركز لي اول حاجه مع اليسون سانتوس وقضيه ريان اللومي، يعني هذوما الزوز اللي هما اهم المواضيع توا. مواضيع لانه ريان اللومي نجم يهرب يمشي كندا، وسانتوس كما قلت لك راهو حتى البرازيل يعني ثم نسبة مئوية، ولكن وهي بسيطة، ولكن يا خويا السيد هذايا ولا يكور وحده يعني كل ما يدخل يعني يعطيك الإضافة تو سويت اكسبلوزيف. السيد راهو كي تشوف ما شاء الله العضلات نتاعو كيفاش قاعد يجري كيفاش يتحرك والدريبل نتاعو فاسيلمون. يلعب ضد بي اس جي، ضد فريق اسباني فيلاريال هذا اليوم لعب ممتاز جدا. يعني لاعب حقيقة لازمنا في مارس الجاي يلعب معانا ماتش ضد كندا وضد هايتي. جيبوا الراجل خليه يستانس بالجو، خليه يدخل. لازم لهنا شنو الخدمة هي بين الوزارة والجامعة. لازم قاعدة تو الناس بالحق استراتيجية المنتخب التونسي تو لازم يحضروا. لازم الناس تفهم اللي إذا كان ضيعت ملاعبي كما هكا راهو المنتخب التونسي راهو باش يفقد، يعني باش يخسر حاجة، باش يخسر أتو. مع التركيز على ريان اللومي. ريان اللومي لأنه لاعب تاع مستقبل 20 سنة. توا كندا معناها شفنا انيس بوجلبان يحكي على ريان اللومي وقال راهو هنانا في مارس باش يكون معانا. وعاودها وقال ان شاء الله يعني باش يكون معنا في تربص مارس. تو احنا سيبناه في كاس افريقيا وتو نجري وراه. شفتوا السياسه نتاع الجامعه في كاس افريقيا كانت فاشله، يعني في عدم جلب اللومي ويهزوا اربع حراس وقت الحكايه اللي حكيناها واللي فدينا منها. يعني لهنا هاك شفتوا تو ولين نجريو ورا الملاعبين. راهو الملاعبي كيما ريان اللومي راك باش تخسروا بالحق، لان ما عندناش في الاتاك. اذا كان يجينا توا اريان اللومي ومعاه سانتوس ومع بعض الملاعبيه لؤي بن فرحات ونركحوا الامور، راهي الامور تبدا تتحسن. يعني راهو ما تعرفش راهو كل يعني كل فتره وفترتها. يعني لهنا نجم الفتره الجايه المنتخب التونسي يعمل خطوه الى الامام ويعمل خطوه بالحق الى العالميه. وعلاش لا نحلموا بالترشح للدور الثاني مادام فما ثلاثه نجموا يترشحوا احسن ثوالث. نحلموا. عنا مباريات مع هولندا ومع اليابان ومع الملحق الاوروبي. نجموا كان بالحق نحضروا ملاعبيتنا، نحضروا مدربنا يحضر بالكدا ويعمل خاصة على المحترفين. نجم نمشيو لبعيد في الاو نيفو. هاك شفتوا ان شاء الله يا خويا خبر باهي اللي هو اليسون سانتوس في الايامات الجايه يجينا ويكون كونه يمثل تونس، وهكاك نرتاحوا مع حكايه اليسون سانتوس ونلوجوا على لاعبيه اخرين دوت الريسورس كيف الرقيق. سمعت اللي هو دخل في الحسابات لانه معناها محترف في البرة وفي الدوري محترم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله الناس تسيسر ويحكم، ان شاء الله الرياح هذه تتعدى الخير ونشوف الجزائر وتونس ان شاء الله الناس كل بخير. تحيا الرياضة، تحيا تونس، سلام الله عليكم.